السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم منارة وأكل بيت على قد الإيد. النهاردة عملنا صينية البطاطس مع دبابيس الفراخ، اللي أنا بحب دايما كل ما أذبح فراخ لازم أنا أجمع شوية دبابيس أعملهم في صينية بطاطس بالخضار كده، بتبقى خضار سوتيه كده، بيبقى جميل بصراحة. وعملنا شوية رز بشعرية بقى، بصوا ما أقولكوش بقى روعة. طبعا الفراخ طبعا جوسي وجميلة ودايبة دوب ما شاء الله. اهم حاجه اعملوا حاجتكم بحب، اهم حاجه اعملوا حلوياتكم بحب، اهم حاجه اعملوا اكلكم بحب. حبوا الحاجه اللي انتوا بتعملوها عشان يطلع نفسكم جميل. كل ما تعملي حاجتك بحب تطلع اكل من تحت ايدك جميل جدا. دي اهم حاجه. النفس يا جماعه، والعين بتاكل قبل البق. دي دايما العين بتاكل قبل البق. فدايما حبوا الحاجه وانتوا بتعملوها. صينيه البطاطس كانت جميله ما شاء الله، وزي ما قدامكم كده. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد. يلا بينا نشوف الفيديو الجميل ده. معانا جزر شرايح كان متفرز، ومعانا بطاطس متقطعه شرايح كده، ومعانا البصل. اهم حاجه البصل، نكتر في البصل والثوم. ومعانا كوسه متقطعه برده شرايح كده، وطماطم فريش، وفلفل طبعا الوان، فلفل اخضر. المهم قرنين فلفل تقطعهم كده يتحطوا كده مع البصل والخضار. ومعانا الفراخ متقطعه زي ما قدامكم كده، متقطعه شرايح كده عشان طبعا لما تيجي التتبيله تدخل وياها تدي جمال كده وطعم وريحه. معانا توابل مشكله وجنزبيل وبابريكا وشويه فلفل اسود وشويه زعتر طبعا وشويه روزماري، شويه ملح وشويه بابريكا زي ما قلت. وادي بقى الصلصه المتفرزه اللي عندنا اللي في البوله ديت. وهنبدا اول حاجه كده، هناخد يا حبايبي هنجيب القارب وهنقلب كل التوابل اللي احنا قلنا عليها مع بعضها كده. والزعتر ده بيبقى جميل جدا في صينيه البطاطس، بصراحه بيبقى جميل، بيدي للفراخ طعم وحاجه كده خيال بصراحه، هو والروزماري. هبدأ كده ان القارب بتاعنا هحط فيه هاخد كده شويه زعتر. كنت بقول الزعتر، ادي الزعتر جه تمام. حطيت معلقه ونص لان انا بحب الزعتر ده في المعجنات، مع المعجنات سواء بيتزا سواء بطاطس سواء فراخ متبله. بصوا اساس الزعتر ده. وحطيت كده البصل مع الطماطم، وبدات ان انا اخد شويه توابل من الجميله القمر دي واتبل بيها البصل. دي اول حركه يا حبايبي، دي اول حركه، دي اللي بتدي لها تيست عالي وطعم عالي ما شاء الله. وهنفرد كده ونفرد كده الخضار اللي عندنا اللي احنا حاطينه. وهرجع بقى ان انا ارص بقى البطاطس والكوسه رصه كده مميزه كده، واحده كده وواحده كده. دي اهم حاجه. انا بحب ان انا ارص القارب تبعي كده. هو اول ما ترص كده بيبقى شكله مش يعني، بس بعد كده لما تيجي تحط كل حاجه بتلاقي الشكل روعه، وبتلاقيه بيديكي شكل ومنظر جميل. دي حركه مهمه جدا. وهبدا ان انا اخد شويه توابل هرشها كده بقى على على الخضار بتاعي الجميل ده اللي هيدي طعم تمام كده. وهبدا ان انا اجيب الدبابيس تبعي، وهبدا ان انا ارصها كده على وش الخضار اللي انا حطيته رص حلو كده جميل. وهنبدا برضو نحط الفراخ شويه توابل من اللي احنا حاطينها شويه. انا بحب ان انا احط توابل كده يعني بلاش بهارات لحمه، بلاش بهارات فراخ، بلاش الحاجات دي. سيبي بهاراتك الطبيعيه اللي عندك في البيت تدي الطعم وتدي التست العالي في اكلك. انت فاهماني؟ أه بحس ان انت بتاكلي فراخ فعلا، حس ان انت بتاكلي لحمه فعلا. ما تغيريش طعم الحاجه بالتوابل الكتير، فاهمني؟ وبلاش ورقه ماجي خالص. ورقه ماجي دي بلاش تحطها في اكلك، بلاش بلاش. كل ما تكون طبيعيه من الفراخ او من اللحمه، من شوربتها او من طعم الفراخ، بتبقى احلى. بدات ان انا احط شويه توابل كده وادخل التوابل طبعا. وبدات ان انا اجيب الصلصه واوزع الصلصه بالتساوي بقى على الفراخ كده من على الوش تمام. دي اخر حاجه هي الصلصه. ومش هحط بقى وشويه زيت. وشويه الزيت انا حطيت يعني حوالي ربع كوبايه زيت من اللي هي الكاسه الصغننه خالص. وشوفي نفس الكاسه الزيت، شويه الزيت اللي انا حطيتهم، حطيت كاسه ميه صغيره، كاسه ميه صغيره فقط لا غير. لان انا عامله حسابي ان الفراخ والخضار ده لسه هينزل سوائل كتيره فهيستوي بيها. بدات ان انا حطيتها في الفرن كده، وهبدا ان انا ارفعها على الشبكه لحد كده ما شربت كل صوص بتاع صوص بسيط منها، فاضل فيها صوص بسيط. هغطيها بقى وارفعها فوق على الشبكه عشان ما تحرقش معانا تمام. بالمنظر طلعت بالمنظر ده ما شاء الله. وشكلها جميل ما شاء الله وطعم جميل.
يا رب اكون بفيدكم فيديوهاتي، يا رب تكون فيديوهاتي بتعجبكم. متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس كده عشان يوصل لكم كل جديد من منار. واقول لكم بقى اعملوا حاجتكم بحب، اهتموا بحاجتكم، فرحوا اولادكم في بيتكم. ربنا يا رب يحسن ما بين ايدينا كلنا يا رب اجمعين. يلا هقول لكم بقى، عايزه اتكلم كتير والله وياكم. اقول لكم بقى السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخباركم حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مناره واكل بيت على قد الايد.